طيب النهارده هتكلم معاكم عن طرح اراضي موقع بيت الوطن المرحله العاشره. ناس كتير كانت بعتت لي وقالت لي عايزين نشوف اماكن الطرح اللي نازله دي. احنا كنا نزلنا فيديو اصلا من حوالي شهر او شهر ونص اول ما الطرح بدا. كان يوم 14 يناير، كان يوم 14/1/2025 وقعد لمده 15 يوم. ماشي. طيب وكنت انا اتكلمت عن المكان اللي كان نازل فيها موقع بيت الوطن المرحله 10 اللي عند حديقه الكفراوي اللي كان داخل مدينه العاشر من رمضان. كان نازل الطرح دوت او الاراضي كانت نازله عند منطقه الخدمات الاقليميه امام حديقه الكفراوي. كان سعر الدولار نازل هناك بحوالي 205 دولار للمتر. وانا اتكلمت عن الفيديو دوت واتكلمت عن القطعه دي وقلت ان انا شايفه الطرح غالي بس الاماكن كويسه قوي والمكان موقعه حلو جدا جدا. اتفاجئنا من فتره بعد ما نزل حديقه الكفراوي، مكان حديقه الكفراوي، لقينا كمان نزلهم في الحي 31 اراضي تبع برضو طرح موقع بيت الوطن المرحله 10 التكميليه. نزل قطع اراضي في الحي 31 والحي 27. الحي اللي على ايدي اليمين دوت ده الواحد اللي 27 هنفصصهم دلوقتي مع بعض. واللي هدخل الدوران دوت وهروح هناك هدخل على الحي 31. ده قطع اراضي 31 اللي قدامكم ده كله الفاضي الصحراء دي قطع اراضي 31 اللي نازله في المرحله العاشره التكميلي بتاع موقع بيت الوطن. هي دي الارض الصحراء اللي نازله في الحي 31. الحي 31 سعر المتر فيه 195 دولار، يعني ب 9635 مصري. يعني غالي ولا انت شايفه ايه؟ عشان انت كنت اتكلمت لنا عن الطرح اللي فات اللي كان اخر طرح نازل بتاع مسكن للحي 34 والحي 37 وقلتي وفعلا كلامك طلع صح ان القطعه كانت اغلى من السوق. هو ده الحي 31. فرجوا قطعه 31 سعر المتر في الصحراء دي نازل ب 195 دولار، يعني 9635 جنيه. عايزه اقول لكم على حاجه، القطعه دي اغلى من سعر السوق ب1.5 مليون. يعني الطرح اللي نازل من الحكومه لما تيجي تشتري من السوق تلاقي القطعه غاليه 1.5 مليون عن ما تاخد من الاهالي. تضحك وتقول ايه ده بتكلمي ازاي؟ حضراتكم زي ما انا قلت لكم في ال 34 وال 37 ان الطرح كان فعلا نازل اغلى من السوق. انا اتاخرت في الكلام ده بس ناس كتير بعتولي قالوا لي عايزينك تتكلمي عن الموضوع ده. طيب اللي على ايد الشمال ده انا خلصت 31 على ايد الشمال ده بقى الحي الكام؟ الحي 27 نازل برضو فيه بعض قطع الاراضي في 27 نازل قطع حلوه جدا على الحديقه المركزيه. نازل حوالي كام قطعه اشوف لكم دلوقتي. عدد القطع مش كتير، عدد القطع عدد قليل نازلين في الحي 27. سعر المتر في الحي 27 205 دولار. 205 دولار سعر المتر على الحديقة المركزية. لما تكون أرض 1000 متر في قطعة أرض في الأراضي دي. انتوا بس تتفرجوا كده معايا، بس هنوريكم كده الحي 27 عشان أدخل أوريكم المكان بالظبط الموجود في 27. سوري 27 ممكن تكون فيها، هو في مساحات كبيرة بس أنا مش متأكدة ال1000 متر اللي نازل في 27 ولا 450 متر. احنا كده على ايدينا اليمين ده الحي 28 واللي على ايدي الشمال دوت الحي 27. الحي 27 هيبقى 1000 متر. القطعة النازلة فيها 1000 متر. انتوا متخيلين؟ حديقة الكفراوي 450 متر. تعالوا بس انا عايزه اوريكم كده ايه الحي 27. الحي 27 نازل قطع اراضي في مجاوره 3 ومجاوره 4. مجاوره 3 دي كلها اللي باصه، القطع النازله في مجاوره 3 كلها باصه على الحديقه المركزيه. مش كلها يعني. نازل القطعه رقم 275 و276 و277 و278 و279. دول نازلين على الحديقه المركزيه في الحي 27. الحديقه المركزيه دي الهين اللي باصه على الحي 13. انا هروح افركوا فيها دلوقتي. ركزوا والنبي بالله عليكم عشان كده اتفرجوا على القطعه. اصل احنا في جاردن كان في اسمها جاردن سيتي، ودي جاردن سيتي الحي 27. لما قطع الحديقه المركزيه من القطعه دي الاثنين 4 5 قطع في الحي 27 في المجاورة 3 طالعين أو نازلين في الطرح على الحديقة المركزية. منهم رقم القطعة بالحي 27 رقم 279 أو 279 في مجاورة 3 نازلة بقيمة 12 مليون جنيه.
قطعة ارض في حي 27 لا في خدمات لسه، لو بنيت مش عارفة اسكن فيه وتقف عليها القطعة بكام؟ ب 12 مليون جنيه في مدينة العاشر من رمضان. 12 مليون جنيه ما شاء الله. 12 مليون جنيه. هي القطعة تتكلم من نفسها، ولا القطعة وهي موجودة على الحديقة المركزية كل اللي رايح واللي جاي هعمل صندوق هيحط لي تبرعات على القطعة دي. هي القطعة انا هوريها لكم دلوقتي فوق في الشاشة اهي، انا جايبها لكم على الخريطة. هي القطعة على فاصل ممر او شارع صغير، والقطعة جاية كمان بدوران، واجهة غير منتظمة زي ما انتم شايفينها كده على الخريطة، وكلها على الطريق. هي عشان بس واخدة واجهتين، واخدة دوران من عند الممر لحد الحديقة يعني، وبصة كلها واجهتها كلها بصة كمان على الحديقة المركزية، بس ب 12 مليون جنيه. 12 مليون جنيه. هروح اقف في المكان دلوقتي وهوريه لكم. طيب دول القطع اللي نازلة، وتعتبر هي برضو احلى قطعة فيهم، بس 12 مليون كتير قوي يا جماعة. الحديقة المركزية فيها ايه؟ هيبقى فيها خدمات. تعالوا نوريكم الحال 11 مثلا خدمات واشتغلت، قعد فيها دايم، قعد فيها ايه؟ قعد فيها جامعة ابتكار وجنبك الموقف الجديد، وما كانش فيه الأراضي والأسعار دي. الحكومة دلوقتي بتطرح لنا يعني تطرح زي السوق وأغلى من السوق كمان. بس القطع حلوة. ما اجي اتكلم للجد اهي القطعة، انا رايحة هنا اهوت الدوران اهوت، هاخد الصينية دي وهطلع لحد 27 واوريكم القطعة ال 279. انا هبقى واقفة في المكان هيبقى نازل في الطرح. طيب نزل في مجاورة 4. مجاورة 4 دي مش قطع أراضي، هتبقى القطع الأرض بتاعتها مش على الحديقة ولا على رئيسي، لا ده هتبقى فاصل مجاورات ما بين 4 وما بين 1. فيهم قطعتين 283 و 284. مش فاكرة يا جماعة القطعة نازلة في 4 ولا في 1، معلش، بس هي هتبقى فاصل مجاورات. القطعتين دولت نازلين فاصل مجاورات، لكن 280 281 282 دول نازلين عاديين داخليين. الداخلي دوت الأراضي دي نازلة أعلى من السوق بمبلغ وقدره، يعني بملايين، أعلى من السوق بملايين عن السوق في الحي ده. اهو الحي 27 اهو، ادي مجاورة اهيت. المجاورة اهيت انا بحكي لكم على مجاورة 3 اهيت. هندخل كده اقف لكم وهدخل جوه المجاورة عشان تتفرجوا على القطعة اللي عاملة 12 مليون جنيه في الحي 27 اللي على الحديقة المركزية اللي نازلة تبع طرح بيت الوطن العاشر من رمضان. وبرضو الحديقة المركزية ما شاء الله، يعني قصدي سوري الحديقة الكفراوي، القطعة نازلة عند حديقة الكفراوي. قطع الأراضي كانت غالية، بس أنا قلت إن هناك المكان حلو قوي. هناك غالية بس المكان بتاعها حلو قوي. أنا من وجهة نظري أحلى من 27 وأحلى من 31. أسعار أوفر. يا نهار أبيض. اللي نازل في 27 3 و4. 3 اللي على الطريق الرئيسي و4 داخليين فيهم قطعتين 2 بس هما اللي فاصل ما بين ال4 وال1، يعني فاصل مجاورات بس كمان، مش على طريق رئيسي ولا حاجة. اهو انا هنا اهو، اتفرجوا كده انا هنا اهو. الناس اللي بتزيد برضو في العاشر من رمضان تقول لك ايه الاسعار، ده نازل القطعة ب 12 مليون، ده كده لحد 13 القطعة عاملة 10 مليون، ولا في الاسعار دي. متسمعوش كلام حد. كل واحد قاعد يطبل على قناة ولا صفحة فيسبوك عشان يرفع، كل واحد عنده قطعتين 3 عشان يرفع الحي بتاعه. كتير. حي 27 و 31 القطع الداخلية ديت فيها بال2 مليون فرق عن السوق، فيها 2 مليون فرق عن السوق. القطعة 279 اهيت، جاية واجهة هو على شارع او فاصل ممر، بس هو تعتبر على شارع، واخدة الواجهة بتاعتها كلها على الطريق الرئيسي. و209 و278 معايا قدامي على الخريطة اهي، برضو على طريق رئيسي، بس عشان هي واجهة واحدة بس، لكن 279 واخدة واجهتين، فده رفع سعرها. بس ده مش مبرر ان نخلي قطعة الارض هنا ب 12 مليون جنيه. ده اللي انا شايفاه. بس الناس اللي كانت قالت لي بالله عليكي اتكلمي لنا عن الطرح دوت، انت كنت اتكلمت على الطرح ال 34، احنا حبينا نفهم ونعرف الدنيا ماشيه ازاي، فانت عرفينا الدنيا فين. عايزه اقول لكم على حاجه، انت هتقولي لي في ناس قدمت. انا من 3 ايام كنت دخلت على الموقع، ما كانش في حد لسه قدم. من 4 ايام 5 كانش في ناس قدمت في 27 ولا 31 لسه، او باين قطعه واحده بس اللي كانت حجزت في 27. الجديد ايه النهارده انا ما اعرفش بصراحه، مش فاضيه. انا بس حبيت انزل لكم بس اعرفكم الدنيا ماشيه ازاي، عشان معايا ناس كتير قوي مسافره بره،
وكانت عايزه تقدم في الطرح، وهم ايه بينتظروا الفيديوهات بتاعتنا عشان يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي والدنيا فيها ايه. اللي عند لكن اسعار بيت الوطن اللي عند الكفراوي اغلى، مش ب 195 دولار للمتر، لا المتر هناك عند هايبر وان ب 205 دولار، رغم ان برضه حتى لو انا سكنت مش هلاقي خدمات دلوقتي، بس مش مشكله، بس القطع هناك كويسه بس غاليه. مش ده يديني مبرر، لا الدنيا غاليه. يعني احنا قاعد بينزل لنا الطروحات اغلى من السوق، الطروحات قاعد تنزل لنا اغلى من السوق. الناس بقى اللي عماله تهيص وتقول لك ايه، كل واحد عنده قطعه ارض بقى على الحديقه المركزيه عايز يبيعها ولا جوه 27، بيتكلموا في ملايين. حضراتكم مش هتجيب الملايين دي. كانت ال 34 وال 37 جابت الملايين اللي كانت نازله، يعني كانت الناس لقت الحكومه منزله في الطرح في اللي هو مسكن في ال 34 و 37 بالاسعار العاليه دي والملايين دي كلها ب 3 مليون، او لما بنبدا القطعه ب 3 مليون و50 مثلا ماشي. كانت الناس باعت هي كمان في السوق ب 3 مليون، مفيش حد بيشتري هناك بالاسعار اللي نزلت تبع الحكومه. عشان كده الناس كلها بتبدا تشتري تبيع من غير اوفر، في ناس بتبيع باوفر، الناس اللي على الطريق. طيب الناس اللي كانت مفكره تاخد لها اوفر بالملايين، انا بتهيألي حتى لو قعد له سنه ولا سنه ونص عشان يبيع القطعه اللي على الطريق الحديقه المركزيه دي، عم ياخد اوفر ان شاء الله ياخد له اوفر نص مليون جنيه بس القطع حلوه. هي بقى حلوه امتى؟ لو انا مش هدفع الاستكمال مثلا، او مش هدفع ثمن القطعه كلها كامل، لو انا هدفع صوت على 3 4 سنين هبقى انا اللي استفدت. الدولار دلوقتي سعره ثابت، الله اعلم بكره هيبقى قد ايه، فانا بقى عشان انا بدفع بالدولار كده الدنيا تمام معاكم. انا كده مخلصه 27 اهوت، واطلع على 26، واطلع هناك بقى على 17 وعلى امتداد ابو حماد. بالتوفيق للجميع، حطوا لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان اكبر استفاد. حبيت بس اوضح لكم الدنيا عشان الناس اللي كانت عماله تبعت لي طبعا حابب يعرف القطعه نازله فين وتفاصيل اكتر عن الطرح دوت. انا منزله فيديو قبل ده من قيمه حوالي شهر، دوروا في الفيديوهات على القناه هتلاقيني منزله كل التفاصيل على القناه. بالتوفيق للجميع، حطوا بس اللايك، اشتركوا بقى في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان اكبر استفاد. لو في حاجه اسالوا في الكومنتات هرد عليكم.